مساء الخير على الحلوين. اهلا بكم في قناتي مطبخ ماجي وجوجو. شايفين الطبق القمر ده؟ دي فراخ بروستد وبطاطس محمرة والتومية اللي كنت عملتها معاكم الفيديو اللي فات. شايفين ما شاء الله الفراخ عاملة ازاي؟ شايفين الكفر اللي عليها؟ فراخ مقرمشة من اول قطمة لغاية اخر قطمة. شايفين عاملة ازاي؟ والكفر عليها ما وقعش ولا اي حاجة. شايفين الفراخ اللون الذهبي الجميل، احسن ما بتشتريها من بره. فراخ تحفة وطعمها تحفتين. شايفين اللحم بتاع الصدر عامل ازاي، ابيض وجميل ازاي ومستوي، والتتبيلة داخلة لغاية جوه. شاربة التتبيلة لان بيتها فيها. شايفين الجمال؟ احلى قرمشة بقى في الفراخ البروستد دي. عايزة تاكلي فراخ بروستد اعمليها بالطريقة دي، مقرمشة ومستوية واللون ذهبي، واكنك بتاكلي ايه قطعة كده، نغمات موسيقية. الفراخ مع البطاطس مع التومية، حاجة كده مية مية. وقبل ما نقول عن المقادير وطريقة التحضير، معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. دي فرخة جبتها وقطعتها الأول، غسلتها بعد كده قطعتها. دول حوالي 10 قطع. طبعا تقطعوها زي ما انتوا عايزين، يعني 8 10. بعد كده هحطها في طبق وايه عشان اشطفها. طريقة دي طريقة سهلة، التوابل بتاعتها حلوة. بعد كده بعد ما شطفتها هجيب محلول النقع اللي هنقعها فيه. ده عبارة عن ملح ومعلقة سكر، معلقة كبيرة سكر وجنزبيل مطحون وعصير ليمون. في ناس بتحط طحينة في مية النقع دي، وناس بتحط قرفة. طبعا اللي انت بتحطيه حطيه، لما توفر عندك حطيه. حطيت قشر الليمون عشان برضو يدي ريحة حلوة، واقلب كله مع بعضه. نزود الملح شوية. بعد كده هنزل حوالي معلقة خل او معلقتين خل. هحط بقى قطع الفراخ، هنقعها في المحلول ده حوالي نص ساعة عشان تشيل اي زفارة في الفراخ وتخلي ريحة الفراخ حلوة. شايفين؟ هقلبها بقى في المية واسيبها حوالي نص ساعة. طبعا الفراخ دي احلى من KFC اللي بتجيبوها من بره. عندي التوابل هنا، عندي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، فلفل اسود وكركم. تمام. هقلب التوابل دي كلها مع بعض، خلطة التوابل دي، واخد حوالي معلقتين صغيرين كده، يعني معلقتين مش ممسوحة قوي، واسيبهم على جنب. وهقول لكم بعد كده ليه. هحط التوابل في بولة تكون غويطة. بعد كده هنزل عليها بمية، وهقلب المية مع التوابل. الريحة رهيبة بجد، ريحة التوابل كانت تحفة. وانا كنت بعمل الفراخ برضو كانت، يا خرابي على الريحة فظيعة. بعد كده هنزل بقطع الفراخ. طبعا انتوا لو مستعجلين انقعوها ساعتين 3 ساعات، لكن لو حابين بقى تشرب من التتبيلة وتبقى جوسي كده وانتوا بتاكلوها، بيتوها، اعملوها قبلها بليلة وبيتوها في التلاجة. انا عملتها قبلها بليلة، وبعد كده نغطي الفراخ بستريتش، نحطها في تلاجة
لغاية ما نعملها ايه ان شاء الله تاني يوم بقى. كده تاني يوم طلعتها من التلاجة وهصفيها بقى من المية، حلو التتبيلة اللي هي فيها دي. هجيب بقى ايه، هنا عندي فاكرين بقى معلقتين صغيرين التوابل اللي قلت لكم عليهم، هما دول. وعندي معلقة صغيرة نشا مع نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، هحطهم على نص كيلو دقيق. الفرخة البروست بتاخد نص كيلو دقيق، واقلبهم مع بعض. وهجيب هنا مية بتلج، مية متلجة، واحط فيها قطع تلج. وهجيب بقى قطع الفراخ، اخد 3 4 قطع مع بعض كده، اقلبهم في الدقيق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. كل ما نقلب كل ما تدينا نتيجة كويسة. هنفضها من الدقيق، هحطها في مية ثواني في المية المتلجة دي واطلعها. هعمل كل القطع كده، هنفض من الدقيق، احطها ثانية في المية اللي بتلج واطلعها. هنقلب بقى، نقلب فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت عشان نعمل الكفر اللي بيبقى مكشكش ده في الفراخ البروست. ونشوف بقى الحركة دي، نلف زي عقارب الساعة كده. دي بقى بتطلع لي احلى تعريجات في الفراخ البروستد. نعملها نفس عقارب الساعة كده الحركة دي. شايفين الفراخ طالعة عاملة ازاي؟ بروستد ده ولا مش بروستد يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ احلى بروستد. نعمل كده، ننفضها بالراحة عشان نحصل على التعريجات اللي بتبقى في الفراخ دي. حضراتكم شفتها في اول الفيديو كان شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال؟ بعد كده اكون محضرة كسرونة، ده حوالي فيها لتر زيت سخن. هنزل قطع الفراخ، ولما انزل قطع الفراخ اهدي عليها النار، ونحاول ما نحطش قطع فراخ كتير في الزيت، نقليه في الزيت عشان ايه تستوى كويس. انا عملتهم على مرتين، قلتهم على مرتين. شايفين الفراخ بقى وجمالها، ونحاول ما نقلبهاش الا لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده علشان الكفر ما يقعش من عليها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. الريحة رهيبة فظيعة، اكننا في محل بروست. شايفين عامل ازاي؟ بغطيها عشان تستوى. شايفين الفراخ وجمالها؟ بعد كده اما اطلعها على سلك زي ده او شبك، لان المناديل المطبخ بتطريها، لكن السلك ده بيخليها قاعدة مقرمشة بقى ايه لغاية ما تاكلوا وتشبعوا، ولو اتبقى كمان يبقى قاعد مقرمش. تمام. شايفين شكل الفرخ عامل ازاي؟ ده الجزء التاني برضو اللي انا عملته. شايفين الفراخ وجمالها؟ قولوا شايفين يا احلى متابعين ومشتركين. شايفين قطع الفراخ وجمالها؟ يلا هنعمل محل بروستد بعد كده. ايه رأيكم نعمل محل بروستد ولا ايه؟ شايفين الفراخ وجمالها؟ ودي كانت الفراخ البروستد، طريقة سهلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ما شاء الله، شايفين شكل الفراخ وجمالها؟ بصراحة طعمها كان احلى ما بتشتريها من احلى مطعم واغلى مطعم. شايفين القرمشة عاملة ازاي؟ شايفين الفراخ؟
طريقة سهلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله وهتعجب عيلتكم. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي جوجو. اشوفكم في وصفات تانية ان شاء الله. مع السلامة.